وقد جاء في تقرير الطبيب الشرعي عبارة أن الجثة كانت في حالة تيبس. ومعنى حالة تيبس أي أنه مضى على ارتكاب الجريمة على الأقل 10 ساعات. ومن هنا استحالة أن يكون المتهم هو الذي ارتكب الجريمة، كما جاء في أقوال الشهود أنهم شاهدوا المتهم بجوار الجثة الساعة 5 صباحا، بينما الجريمة ارتكبت الساعة 7 مساء، أي مر على الأقل 10 ساعات. ولا يتسنى لأي قاتل أو مجرم أن يرتكب الجريمة ويجلس بجوار الجثة 10 ساعات. لذلك كما جاء في أقوالي وبشهادة الشهود الذين شاهدوا المتهم وهو يؤدي صلاة الفجر في الجامع، التمس من عدالتكم براءة موكلي، وشكرا. الحكم آخر الجلسة اللي بعده. سيد عبد الصبور. محمد صالح وكيلا عن المتهم. ان موكلي يا سيادة الرئيس عندما قبض عليه لم يكن في حيازته اي نوع من انواع المخدرات، بينما اثبت السيد الضابط بانه تم ضبط المخدرات في منزله، بينما موكلي كان مسافرا خارج البلاد. فاي ذنب ارتكبه موكلي؟ يلا على الجامعة علشان نجيب اختك. كنت عظيم يا بابا وجريء في نفس الوقت. ازاي قدرت تحصل على البراءة مع ان القضية احتمال نجاحها 1%؟ انا كنت متأكد انه بريء، لان لما اهله جم وعرضوا عليا القضية قلت لهم لازم عطوة يسلم نفسه. ولما سلم نفسه عرفت منه انه كان راجع بعد صلاة الفجر ولقى القتيل مرمي جنب الرياح وقف وشاله. يعني كان عاوز يسعفه، يعني الراجل كان عاوز يعمل عمل خير. الاهل شافوه وهو واقف جنب القتيل، افتكروه القاتل طبعا. هي دي الغلطة، انه خاف وهرب، فثبتت عليه التهمة بشهادة الشهود واتحكم عليه بالاعدام. كان لازم يسلم نفسه. عملت ايه في القضية؟ الحمد لله. باركيله يا ماما، بابا كسب القضية. مبروك يا بابي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مبروك يا كمال. المحامي اللي يقبل قضية وياخد أتعاب رمزية بمجرد إنه حس إن في ظلم على إنسان، ده محامي وأب يستاهل كل حب واحترام. يا عيني يا عيني على الغزل. عقبال ما تتجوزوا كده وتسمعوا الغزل. الله، انتوا مش هتاكلوا ليه يا ولاد؟ عارف. ايوه يا سيد افندي. لا، قضية امبابة يوم 19. ايوه. انا عملت مذكرة واخلي الاستاذ حلمي يطلع بيها بكرة ان شاء الله. لا، انا عندي بكرة الاستئناف. لا الليلة دي مشغول مش هقدر اجي. طيب يا سيدي، مع السلامة يا حبيبي. مامي، هو بابي خرج؟ لا، في المكتب. طب انا بقى داخلاه، اصل وحشني وفي حاجه عايزه اقولها. زهان، انت اتجننتي؟ ازاي تدخلي له؟ انت عايزاه يهللك ويزعقلك؟ هيزعلي ليه بس يا ماما؟ ما انت عارفه ليه؟ عشان هتقطعي الحبل. حبل ايه؟ حبل افكاره. انت مش عارفه بابا لما بيمسك قضيه جديده بتبقى حالته ازاي؟ وخصوصا لما يكون قافل عليه باب المكتب. خلاص انا هدخل له واللي يحصل يحصل. انت حره. خليك زي ما انت. اهلا سهام. وهكون قطعت افكارك. بالعكس، ده انت بتنوري افكاري. اصل مامي ما كانتش عايزاني ادخل لحضرتك. ليه بقى يا ستي؟ مش عايزاني اشغلك. يا ريت تشغليني على طول يا حبيبتي. تعرف يا بابي، انا نفسي مره اجي معاك المحكمه واشوفك وانت بتترافع وبتاخد البراءه للمتهم. انت فاهمه ان كل قضيه ممكن اخد فيها براءه؟ ده بالتاكيد. المحامي اللي زي حضرتك وفي شهرتك ما افتكرش يخسر قضيه ابدا. ليه بقى يا ستي؟ لان حضرتك عمرك ما خسرت قضيه. مش دايما. طب قولي بقى يا بابي، ايوه. القضيه اللي حضرتك بتدرسها دي الامل فيها كام في المية؟ لا، القضيه دي
انا بطلب فيها الحكم بالاعدام. يا ساتر يا رب، الاعدام؟ ايوه، لانك انت لو تشوف القضيه دي وتعرفي ظروفها وملابساتها توافقيني على كده. قضيه قتل؟ يا ريت. اخذ بالطار؟ افظع. افظع من القتل؟ ايوه افظع واكتر من الاخذ بالطار، علشان كده انا بطلب فيها الحكم بالاعدام على الجنان. لدرجات يا بابي؟ تخيلي بنتي سنها 17 سنه يخطفوها 3 شبان تحت تهديد السلاح يا ساتر يا رب. وفي وضح النهار. حقيقي يا بابي الحكايه دي انتشرت قوي الايام دي. عشان كده انا بطلب الحكم بالاعدام وفي ميدانها. ان عقوبه الجريمه المرتكبه هي الاعدام شنقا حسب قانون العقوبات، وانا اطالب بتطبيق هذا القانون. وشكرا يا سياده القاضي. دقيقة واحدة، أشوف الأستاذ خلص المكالمة ولا لا؟ اتفضل. يا سعاده الباشا، لا فعلا بقت حاجه تخوف. انا بخاف ان بنتي تخرج بعد المغرب. طيب هشوفك في النادي ان شاء الله. مع السلامه يا باشا. ايوه فاضل 2 بس عاوزين يقابلوا سعادتك بره. الساعه 9. خليهم يتفضلوا. حاضر. ايوه يا سمير. سهام جت؟ بتذاكر؟ طيب يا حبيبتي انا مش هتاخر عليهم. باي باي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. اتفضل. شكرا. قبل ما نتكلم دول 20,000 جنيه مقدم اتعاب. طب بس اعرف ايه ظروف القضيه؟ ابدا بسيطه، اخويا خدوه ظلم. انت مش قعدت معاهم يا عادل وعرفت ايه ظروف القضيه؟ ايوه يا استاذ، اخو المعلم اتمسك بكام كيلو كيلو ايه؟ مخدرات. ومن امتى يا عادل انا بمسك قضايا مخدرات؟ انت سيد الكل. ايوه ده مش مبدئي يا حضرتك، خد فلوسك واتفضل. شهرتك نار على علم. ده اخو المعلم اتمسك ظلم. اتفضل يا استاذ، اتفضل خد فلوسك. اعوذ بالله، هو اللي خلقه ما خلقش غيره. انت كمان يا عادل بتقول انه اتمسك ظلم؟ يا بابا دول 20,000 جنيه مقدم اتعاب. لما يكونوا 100,000 جنيه. انت طول عمرك عارف مبدئي. شوف بكره عندي ايه انا؟ انا عندي استئناف، وانت تطلع على محكمة تعبدين عشان تأجل. انا عندي الشهر العقاري. الله، بعد الشهر العقاري تطلع على محكمة تعبدين فيها ايه دي؟ اتفضل يا اخويا. حاضر. يا عم احمد، عم احمد هات لي شاي وحياتك. حاضر يا اهلا. يا بابي. يا حبيبتي تعبت قوي. اعمل ايه يا بابي؟ عايزه اخس. انت كده حلوه قوي، امال انا اقول ايه؟ انت زي القمر كده يا بابي. لا ده انا عاوز اخس على الاقل 10 كيلو. ياه. امال فين عادل اخوك؟ عادل يا عادل. الو. ايوه عادل. اهلا يا بابا. خدوا بقى حمام واسبقوني على البيت يلا. وانت مش هتروح معانا يا بابا؟ لا هقعد شويه، عندي مواعيد هنا وبعدين هحصلكم على طول. يلا. مع السلامه. صباح الخير يا كمال بيه. اهلا ده تروي بيه، اهلا وسهلا اتفضل. الله، العيال كبرت. ايوه ومسؤوليتهم كل يوم بتكبر. سام كبرت بقت عروسه. السنين بتجري يا سياده المستشار. فاكر سهام دي لما كانت صغيره وبتقعد على حجرك؟ امال انا نفسي والله يا كمال بيه ربنا يمد في عمرنا ونفرح بيهم. يا رب يا سيدي. انت فاكر ايه يا ابني يا كمال بيه؟ طبعا فاكر. هيبقى باش مهندس اخر سنه ليه السنه دي. الف مبروك يا ابو الباش مهندس. انا نفسي افرح بيه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انت فاهمها وهي طايره يا كمال بيه. سيد افندي، بكره الصبح عندنا جنايه الجيزه. تصبح على خير. وأنت الآن بخير يا بيه.
هموت، ودينا عند اقرب دكتور. تعالي. لا ربنا يخليك. اركب يا ساتر استر يا رب. امل اديني بقى ميه يا بنتي. امل امل خير يا دكتور؟ هي حالتها تعبانه شويه، بس انا افضل ان احنا ننقلها المستشفى. مستشفى؟ يعني انا بقول لو حضرتك توليت علاجها ونجرب الدواء بتاع حضرتك وبنتها تقعد جنبها. انا ما عنديش مانع، بس لو الروجيتا دي تصرف حالا دلوقتي لو سمحتوا. ما عندكش حد ينزل يجيب الدواء ده؟ انا هنزل. لا تنزلي ازاي؟ حد ينزل في الساعه دي؟ انا هنزل اجيب الدواء. اتفضل معايا يا دكتور. خدي اطلعي ادي لماما الدواء. ربنا يخليك. ما تتعبش نفسك يا بنتي، انا حاسه ان خلاص اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده. انا اتفضلي عايزه ميه، اتفضلي يا مدام. عايزه ارتاح، سيبوني اموت. بعد الشر عليك يا ماما. متشكره يا دكتور، انا مش عايزه حاجه، عايزه اموت. يا ربنا هيطول في عمرك، بس انا مش ماما ما تقوليش كده، انا ماليش حد في الدنيا غيرك. يا دكتور وصيتك لو مت امل ملهاش حد في الدنيا خالص. في عينيا الاثنين يا فندم، عن اذنكم. دكتور انا تعبانه قوي، ما تفوتنيش يا دكتور. حاضر. طب استريح يا ماما، استريح. حاضر حاضر. انا اسفه ان قطعت حضرتك معايا. لا ابدا، تعبك راحه. اتفضلي يا بنتي الكارت بتاعه، لو عوزت اي حاجه يبقى اطلبيني. كتر الف خيرك. مفيش حد معاكوا هنا؟ احنا معانا ربنا. امال فين جوزك؟ جوزي سافر. عنده شغل؟ مالك يا بنتي؟ مفيش. لا تعالي اقعدي 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 يا حبيبتي. ده انت زي بنتي بالظبط. بنتك؟ ايوه انا عندي بنت صغيره زيك كده وحلوه. ربنا يخليها لك. ويخليك لماما يا حبيبتي. امال بابا فين؟ بابا توفى وانا صغيرة، ما وعدش عليه. ماما قالت لي انه كان موظف في الحكومة. اعتبريني زي والدك
وان عوزت اي حاجه حبيبتي انا تحت امرك. ساب لنا معاه صغير قوي، كان بيقضيني لما كنت صغيرة، لكن لما كبرت والدنيا غليت وماما تعبت قوي، المصاريف زادت علينا، تعبت قوي يا عمي، وبعدين نزلت ادور على شغل. ماما انت خارجه يا بنتي؟ اصل في جورنال ده شركة عاوزة سكرتيرة، هروح اقدم فيه. طيب يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا بنتي. ما تنسيش تاخدي الدواء بعد ساعة، ها؟ حاضر. ادعيلي يا ست الكل. بالسلامة يا حبيبتي، الله يجعلك في كل خطوة سلامة يا أمل. روح يا بنتي، يا ربي وقلبي راضين عنك. صباح الخير. صباح النور. اعلان السكرتيرة هنا مش كده؟ ايوه يا فندم، اتفضلي استريحي. شكرا. معقول يا انسه في حد بيكتب 100 كلمه في الدقيقه؟ ده المطلوب، ولعلمك في ناس بتكتب 120 150 كلمة في الدقيقة. راحه فين؟ ماشية. تكتبي كام كلمه في الدقيقه؟ ولا كلمة وحياتك. مين امل؟ انت خدت كده ليه يا امل؟ فين؟ ماما تعبانه قوي وجبت لها دكتور. ماما خير يا دكتور؟ اديتها حقنة مسكنة للألم وهتنام، وسمحتي عاوز دي واحدة. خير يا دكتور؟ بصراحة يلزمها عملية فورا، ولازم تتنقل المستشفى في أسرع ما يمكن، ودلوقتي هعمل لك جواب تحويلي. خلي بالك من ماما، هروح مشوار واجي على طول. حاضر. اهلا وسهلا سعاده البيه، طلبات سعادتك. انا عايز خاتم سوليتير. طب خلص اللي نسى الاول. مش مهم يا فندم، انا هجيب لسعادتك معلش خلصها هي الاول. حاضر يا فندم. 150 جنيه. قلت ايه؟ مش معقول، أنا شاريها ب 400 جنيه. طب ممكن تزودهم شوية تخليهم 300 جنيه؟ ما تضيعيش وقت، انا مش فاضيلك. قلت ايه؟ لا طبعا. ثانية واحدة هرجع لك تاني. طب الخاتم والسوليتير والاسوره بعدين امتى؟ يا انسة أفندم. اصل انا شفتك خارجة من عند الجواهرجي متضايقة، قلت يعني. لا مفيش حاجة. انسة، الجواهرجي يضايقك ليه؟ أبدا، شيء طبيعي، البيع دايما خسران. انا ممكن اشتري منك السلسلة بس بشرط. لا ما تفهمنيش غلط، انا بس عاوز اعرف انت عاوزة تبيعها دي. ياه، بان عليكي متضايقة قوي. بقول لك ايه، اعتبريني زي والدك وتعالي نقعد في اي مكان واحكي لي الحكاية، يمكن اقدر اساعدك. يلا اتفضل.
خلاني رحت بعت السلسلة. ساعتها ما كانش معايا فلوس غير اللي اديتها للدكتور. بعد كده ما بقتش عارفة هعمل ايه. شوفي يا امل يا بنتي، احنا نحل المشكله دي واحده واحده. اول حاجه تاخدي الفلوس دي عشان تلحقي تودي والدتك المستشفى. اتفضل. ايه ده؟ معقول؟ انا زعلان منك. خليها معاك يا بنتي، اعتبري الفلوس دي سلفه وبرديها براحتك. طيب انا موافقة ناخد الفلوس، بس بشرط اكتب لك بيهم وصل. لا وصل ولا حاجه يا ستي، الدار امان. لا 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 ارجوك، انا مصممة. طب النهارده تروحي تطمني على ماما وتوديها المستشفى، وبكره هستناكي هنا الساعه 5. هحضر لك الوصله تمضيه، وبالمره اطمن على ماما. انا متشكرة قوي، متشكرة يا خالد البسيوني، صاحب شركه السراد والتصدير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مش ممكن انسى لحضرتك الجميل ده ابدا. طب استنى اوصلك. متشكرين قوي، انا مش عايزه اتعب حضرتك اكتر من كده. سلام عليكم. مع السلامه. ما تتأخريش. مسكينه. حساب غرفة 12؟ ايوه. حاضر. حضرتك دفعت 150 جنيه للحجز، وعملت اشعه وقالوا ان العمليه بكره. ما هي العملية هتتكلف 1000 جنيه. لو سمحت حضرتك تمر على الخزنة تدفعي باقي المبلغ. اهلا يا امل، اتاخرت ليه؟ انا قلت انك مش جايه. انا اسفه جدا، اصل كنت في المستشفى. طمنيني، ايه اخبار ماما؟ مفيش فايده، العمليه لازم تتعمل. مستنيين ايه؟ لازم يعملوا العمليه. عايزين 1000 جنيه. الفلوس اللي خدتها منك دفعتها للاقامه والتحاليل. انا لازم انقذ امي. ما تحمليش هم، اللي انت عايزاه انا سداد. خد يا ست 2000 جنيه اهم عشان تعملوا العمليه وتنقذي امك. ايوه بس ده كتير قوي، انا مش عارفه هسددهم لك ازاي. مش مهم، بس تنقذي امك وبعدين نفكر هتسدديهم ازاي. اتفضل، دي بطاقتي فيها البيانات وعنواني عشان الوصل. اتفضلي امضي. وصل امانه. انا ما كنتش عاوز وصله ولا حاجه، انت اللي صممتي. مش مهم، المهم ان ماما تعمل العمليه وتعيش. تشربي ايه؟ انا نسيت. ملوش لزوم، يا دوب الحق اروح المستشفى. طب اوصلك؟ لا مفيش داعي. لا ودي تيجي، يلا بينا يلا. العمليه اتعملت. وين يا نسا؟ هي لسه تحت تأثير البنك. الحمد لله العملية نجحت. الحمد لله. متشكرة قوي. الحمد لله العملية نجحت. أنا مش عارفة إزاي أرد جزء من جمايلك عليا. لا لا ما تقوليش كده، لا جمايل ولا حاجه. والله امبارح طول الليل معرفتش أنام، عمالة أفكر إزاي هقدر أردلك فلوسك دي. ست مش مهم ترديهم خالص. أنا مش فاهمة. الحقيقه من ساعه ما شفتك وانا معجب بيكي. عندك مانع نتجوز وهي فلوسي تبقى فلوسك واعوضك عن كل شيء. قلت ايه؟ أنت فاجئتني، وبعدين أنا لازم أخد فرصة أفكر فيها واستنى خروج ماما من المستشفى. ياه، لسه هستنى لما ماما تخرج من المستشفى؟ انا بقول نتجوز النهارده احسن. معقولة؟ مش ممكن. أنا عارفة إنك بتعمل كده علشان عارف إن أنا مش هقدر أرجع لك فلوسك. انا ما طلبتش الفلوس، خليكي عمليه، الدنيا مصالح. انا هقعدك في فيلا جميله جدا وهنفذ لك كل طلباتك. طب لما ماما تخرج من المستشفى هتقول إيه؟
مش هتقول حاجة؟ بدل ما تخرج من المستشفى على بيتكم تيجي تقعد معانا في الفيلا؟ كل ام يا حبيبتي عايزة بنتها تتجوز جوازة تهنيها وتسعدها. عشانك يا أمي على استعداد إني أضحي بكل شيء في حياتي. ايه؟ قلتي ايه؟ انت كنت لسه دلوقتي بتقولي مش عارفة ارد جزء من جمايلك. اعتبري قبولك الجواز رد جميل. أنا مش قادرة أفكر. لا تفكري ولا حاجة، يلا بينا نروح للمأذون. يلا. من غير لا فرح ولا فستان؟ انا مجهز لك كل الفساتين، انا عايزك بفستانك وبس. اتفضل امضي يا خالد. ايه ده؟ وده ينفع ده؟ مؤكد. مع الاسف اصل دفتر الاسامي خلص. ما شاء الله، ربنا يزيد من عرسان. اتفضل يا حبيبتي امضي. امضي. أنا مش عارفة إيه لزوم الاستعجال ده. حبيبتي خير البر عاجله، مبروك. اتفضل يا استاذ. الف مبروك يا عروسه. الشهود. ايه رايك في الفيلم؟ حلوة أوي. عجبتك؟ انا هكتبها لك باسمك يا حبيبتي. انا عايزك تبقي اسعد انسانه في الدنيا دي كلها. اتفضلي يا حبيبتي. اما انا محضر لك مفاجأة بقى ما حصلتش. أكتر من كده مفاجآت؟ طب اشربي الاول. لا قولي على المفاجأة الأول. عشان خاطري ده جزء من المفاجأة. الطقم ده. الله، دي حلوة أوي. عجبتك؟ طب يلا يا حبيبتي نطلع فوق افرجك على بقية الفيلم. دي أوضة نومنا يا عروسة. ايه رأيك جميلة؟ حلو أوي يا خالد، ميرسي. جميل عليك. يلا بقى نقي لك احلى قميص نوم والبسيه قبل ما احضر لك العشاء. صباح الخير يا اجمل عروسه. معلش يا حبيبتي ما رضيتش اصحيكي عشان عندي شغل. سايب لك شويه فلوس عشان تدفعي بقيه مصاريف المستشفى، ونلتقي في المساء. خالد. أنسة أنا أيوه. لو سمحت حضرتك تمر على الخزنة. وأنا نازلة. متشكرة يا بنتي. ماما، الحمد لله على سلامتك يا ماما.
ازيك يا امل؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ قولي لي يا امل اتصرفتي ازاي يا حبيبتي؟ جبتي المصاريف دي كلها منين؟ مصاريف ايه بس يا ماما؟ المهم انك قمتي بالسلامه. يعني انا اقوم يا امل وانت تقعي يا بنتي؟ ليه بتقولي كده بس يا ماما؟ يا بنتي الممرضه قالت لي على المبالغ الكبيره اللي دفعتيها هنا في المستشفى. امل جبتي الفلوس دي كلها منين وازاي؟ اصل انا اشتغلت بمرتب كويس قوي في شركه، وصاحب الشركه اداني سلفه وهبقى اسددها من مهيتي. باين على ابن حلال قوي قوي يا ماما. هو الدكتور ما قالش هتخرجي امتى؟ بكره ان شاء الله. طيب كويس، انا هقوم دلوقتي اروح الشغل وابقى قاعده ليكي بعد الظهر. امل نعم. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. باي باي. بالسلامه. وحداني حعيش. اهلا يا عم، امال مفتاحك فين؟ وحشتيني يا حبيبتي. خالد لو سمحت، فين القسيمه؟ موجودة يا روحي. طب ممكن تديهاني؟ انا عاوزه ماما تشوفها. بعدين بعدين امتى؟ ماما لما تخرج من المستشفى وتسالني لازم تشوفها. حاضر، اتفضلي. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ جواز عرفي؟ انت ضحكت عليا؟ حبيبتي انا ما ضحكتش عليكي. امونتي يا حبيبتي، انت عارفه ان انا متجوز، ما اقدرش اتجوز رسم تاني اهد بيتي يعني. امال تهديني انا؟ عملت فيك ايه؟ دي لو ماما عرفت ممكن تموت يا فيها. حبيبتي هدي اعصابك، الجواز العرفي زي الجواز الشرعي بالظبط. حرام عليك، خدعتني. يا ريتني مت قبل ما اسمع منك الحكايات دي. ماما ارجوكي ما تزوديش عذابي، انا حكيت لك على كل اللي حصل. ما انا يا بنتي مش هيهدالي بال الا لما اعرف هيكتب عليكي رسمي ولا لا. مين بس اللي ممكن يجبره على كده؟ انا. انت ايه يا ماما؟ ده راجل عنيد قوي. اما اقابله واتكلم معاه واشوف ميته ايه، ناوي يكتب عليكي رسمي ولا لا. طب ماما على مهلك، انا نسيت اجيب لك البرشام. انا معايا الدواء المهدئ، هروح اخد حبايه واريح شويه في اوضتي يمكن انام. ازيك يا اهلا. وحشين. ماما خرجت من المستشفى امبارح. ما انا عارف يا حبيبتي، انا اتصلت بالمستشفى. هي فين دلوقتي؟ طلعت فوق عشان تنام. لا يا امل انا صاحيه لسه ما نمتش. اهلا يا ابني. الحمد لله على السلامه يا حماتي. الله يسلمك يا ضنايا. لو سمحت يا امل، انا عايزه خالد في كلمتين. ماما مش وقته. اسمعي الكلام يا بنت. اتفضلي يا حماتي. يزيد فضلك يا ابني. خير، اللهم اجعله خير. كل خير ان شاء الله. انا بصراحه كنت عايزه اتكلم مع حضرتك بخصوص امل بنتي. امل مالها؟ ما هي عايشه كويسه اهي ومبسوطه. مين قال لك انها مبسوطه؟ اشتكت لك؟ من غير ما تشتكي. قال ما اشتكى العيان حاله يبان، وانا ام يا ابني. انا مش فاهمه هي عايزه ايه بالظبط. يعني عايزه جوازكم يبقى في النور مش في الضلمه. وانت عارف يا ابني عشان الجواز يبقى صحيح لازمه اشهار. وورقه الجواز اللي معاه؟ ما تلزمناش. امال عاوزه ايه سيادتك؟ افتكر كلامي واضح مش محتاج تفسير. واذا ما نفذتش بقى اللي انت عايزاه؟ هاخد بنتي واسيب لك القصر والعز اللي انت فيه ده وامشي. ده بدل ما تعقليها. بنتك عايشه حياه سعيده مش محتاجه اي حاجه. ده طول ما انت عايش، انما لو قدر الله وحصل لك حاجه. انت بتفولي عليا؟
انا ما بفولش، انا بقول لا قدر الله، مين اللي هيعترف بالجوازه دي؟ اسمعي بقى، بنتك مش هتتحرك من هنا خطوه واحده، فاهمه؟ انت ظالم ظالم، انت ظالم ظالم ظالم. ارجوك اسكتي بقى. لا مش هسكت، طول ما انا عايشه هفضل ازعق واصرخ واقول منك لله يا بعيد، منك لله، منك لله. تبين لي اتحركت ولا ايه؟ ماما ارجوكي انت لسه تعبانه، حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده. مش هرتاح انت، مش هرتاح ولا لاني بكتب عليك. مش راضي يتجوزني رسمي. والله العالم مش عارفة أعمل إيه يا عمي، مش عارفة. العمل عمل ربنا يا بنتي، والكارت بتاعي معاك اهو، واذا عوزت اي حاجه انا تحت امرك. كتر ألف خيرك. مش عاوز حاجه يا بنتي محتاجه. لا 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 لا، الحمد لله مستورة. أنا دلوقتي ماليش أي حد في الدنيا غيرك. وربنا موجود يا بنتي، وبيطمنيني على ماما، وانا هبلغ على التليفون بتاعك عشان يتصلح. ربنا يخليك. تصبح على خير يا حبيبتي. وحضرتك من أهلي. بابا ماما، في ايه يا عادل؟ شوفي يا ماما، خير. شوفي مكتوب ايه عن بابا في الجورنال. ايه يا عم؟ هقرا لك يا بابا. كمال خير المحامي ينقذ بريء من حبل المشنقه. كمال خير المحامي. وريني. عشان كده يا عادل انا كنت مصمم انك تحضر معايا القضيه دي، لان المحامي اللماح الذكي لازم يفهم كل صغيره وكبيره في القضيه. يا ريت تحتفظ بيها وتذاكرها كويس وتدرسها عشان يبقى مستند ينفعك في حياتك اللي بعد كده. الو، نعم مين؟ اهلا اهلا يا اكسلانت. لا ابدا، ازاي؟ انا كلمتي واحده. انت عارف خالد البسيوني لما يقول كلمه ما يرجعش فيها ابدا. لا لا اطمن، بكره تروح الجمرك تستلم البضاعه. ايوه مندوب الشركه هيبقى هناك. ده كول، مع السلامه. يا جماعه كده اتفضلوا شويه. الو ايوه يا خالد، انت جيت امتى؟ انا جيت النهارده. طبعا فاكر يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. لا طبعا حاجه، ما انا فوت على الجواهرجي وجبت لك هديتك. طبعا يا روحي، ودي حاجه تتنسي؟ ان شاء الله. انا جاي، مع السلامه. طيب وماله مستعجل كده ليه؟ خلونا يا حياتي. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي. الله، ميرسي يا روحي. عجبتك؟ يجنن. طب ما تيجي نقعد لوحدنا شويه. في حاجه؟ حاول. خير. خير ان شاء الله. شوفي يا حبيبتي، يوم الخميس اللي جاي الساعة 10:30 هيجيلك واحد في الشقة التانية. هيقولك حمادة موجود، قولي له صاحي. هيديلك فلوس تديله الصندوق اللي عندك. مفهوم؟ مفهوم يا خالد، بس اشمعنى الخميس؟ انت عارف ان اليوم ده بخليه لحمادة ابني وبقعد معاه طول النهار. أنا قلت أضرب عصفورين بحجر. تشوفي حمادة وتسلمي البضاعة وتستلمي الفلوس، مش كده يا روحي؟ حاضر يا خالد. ومين اللي جه النهارده؟ ده حسن الدمنهوري صاحب ال100 فدان. كده حلو. افتحي المدرسة بقى وحضري الفصل، و4 كتاشين جداد. أنا السنة اللي فاتت خدت منه الفيلا، السنة دي عايز آخد منه الأرض. 100 فدان يا حبيبتي. والعمولة؟ العمولة يا ست 20%، 10 ليكي و10 لحمد ابنك. قلت إيه؟
ماشي. وانا اقدر اقول غير ماشي؟ يا حبيبتي يا لولا. يلا عشان نفسي. يلا على الشغل. جاي يا لولا؟ باص. ده منوري بيه. جاي كلينكرت. بص بص. 11 جاي 3 أرواح. فول قاسة ده منوري بيه. ثلاثة دام. 3 أرواح حبوب. يبقى نكتب شيكات يا حلاوة. اكتب الشيك لحاملها ده منهوري بيه. حاضر. خد الشيك ده يا لولو. ايه اللي في ايدك ده؟ دي القضية اللي أنا ماسكها. قضية؟ قضية ايه؟ مساء الخير يا بابا. مساء النور يا عادل، اقعد. خير يا بابا. أنا عاوزك بكرة تيجي معايا تحضر قضية عبد الموجود. برواز ايه ده يا بابا؟ ما هو ده دليل براءة عبد الموجود. دي التهمة لابساه. الشهود شهدوا في المحكمة انهم شافوا المتهم وهو بينط من شباك الحمام بعد ما قتل مراته. ما هو ده برواز شباك الحمام. يعني عبد الموجود جسمه ضخم، يعني لا يمكن يدخل من البرواز ده. ده برواز شباك الحمام، وده اللي حسبته بكره في المحكمة. يعني حضرتك عايز تبطل شهادة الشهود؟ برافو عليك يا عادل. برافو عليك يا بابا. ربنا يخليك لينا ونفضل نتعلم منك كده كمان وكمان. أنا عاوزك أنت اللي تتعلم، عشان إن شاء الله في يوم من الأيام أنت اللي هتمسك المكتب. ماما جت يا حماده، ماما جت. يا حبيبي وحشني وحشني. شوف ماما جابت لك ايه يا حبيبي؟ جبت لك بقى قد كده. بص شوف ماما جت. هطلعي له ايه؟ ماما جت حاجات حلوه كتير. يا حماده راجل العيله. بصي يا حماده عربيه كبيره. انا ساعات لعب خالص، انا عايزك انت تقعدي معايا والنبي ما عشان خاطر. يا حبيبي انا مش باجي لك كل خميس وببات معاك كمان. لكن بسيبيني وانا ساعتك تسيبيني تاني. غصب عني يا حبيبي. انت عارف ان ماما عندها شغل كتير، لكن اوعدك بعد كده هاجي اقعد معاك على طول. ماشي يا حبيبي؟ وبعدين يا ست لولا ما تعمليش في نفسك كده. خشي العب جوه يا حماد. تعالي يا حماده. العب لغايه ما اجي. حاضر حاضر يا داد. عملت ايه مع خالد بيه؟ مش عايز يعترف بالولد ولا عايز يتجوزني، ودايما بيعايرني. كل ما فاتحه في الموضوع ده يقول لي مش ممكن اتجوز واحده كانت بتشتغل عندي. استحملي يا بنتي، يمكن ربنا يهديه. انا عايشه على الامل ده يا دادا، وبنفذ له كل طلباته، بس انول الامل ده. ايه ده؟ انتوا لسه صاحيين؟ مساء الخير. اهلا يا خالد. بقول مساء الخير. مالكوا قاعدين كده زي راس سكينه؟ فكرت في الكلام اللي قلت لك عليه؟ اسمعي يا ست انت، انا استحملتك اكتر من لازم.
كلمه واحده اسمعها منك هتعمل ايه؟ اطردك بره البيت. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا خالد؟ لا ماما خرجت انا قبلها. الله الله، ده انتوا متفقين عليا بقى. اسمعي يا امل، انت مراتي، برضاكي او غصب عنك مراتي. مش هتقدر تنفذ اي حاجه غصب عني غير لما تنفذ اللي ماما قالت لك عليه. انتوا ناس غاويه فقر. اسمعوا بقى، انا مفيش حاجه في الدنيا تقدر تقف قصادي. ايوه انا اقدر ادمرك يا امل، بس لا، انا هسيبك زي البيت الوقف. واسمعي بقى، اللي في بطنك ده لازم ينزل. يا اخي ده بعدك، ده اللي بطنها ده هو اللي هيخليك تكتب عليها رسمي غصب عنك عينك. مش قلت لك بتخرفي؟ اوه الجواز والولد، قلت لك يا لولا 100 مره ما تجيبليش سيره الجواز دي، بدرس منها. فاهمه؟ حاضر. ادخل. الاستاذ صاحب الكارت طالب يقابل حضرتك. قارني؟ ايه ده؟ كمال خير المحامي؟ انت تعرفه؟ انا ما اعرفوش، بس ده راجل مشهور، خليه يتفضل. خير، اللهم اجعله خير. اهلا 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 كمال بيه. انا بسمع عن النجاح العظيم اللي بتحققه في كل قضاياك، وبقرا مقالاتك الرائعه. ده شرف عظيم لينا ان سعادتك تشرف مكتبنا. الحقيقة مش عاوز اضيع وقتك، واحب نتكلم على انفراد. لا مفيش حد غريب، دي لولا تعرف عني كل حاجه. ايوه تعرف عنك انت كل حاجه، لكن اللي هقوله انا ما احبش تعرف عنه حاجه. معلش انا هنتظر بره عن اذنكم. اتفضل يا فندم. خير يا استاذ كمال. الحقيقه الموضوع اللي انا جاي علشانه حساس شويه. في بنت غلبانه اضطرتها الظروف والحاجه للفلوس وللجواز، وللاسف الجواز طلع عرفي. ودي تطلع مين؟ امل مراتك. دي حياتي الخاصه، ما اسمحش لاي حد يتدخل فيها. وبعدين انت بتتكلم معايا باي صفه؟ بصفتي اب عندي بنت في سنها، وبصفتي اعرف المرحوم ابوها، وبصفتي الانسانيه قبل ما اكون المحامي عنها. والمطلوب يا سياده المحامي العظيم؟ مطلوب من حضرتك انك تتجوزها رسمي، خصوصا ان في جنين هيتولد من غير اب. الجنين هينزل رضيت او ما رضيتش. حرام عليك تقتل روح من غير ذنب. ايه الحكايه؟ جاي تعلمني الحلال والحرام؟ انا بحذرك تمشي في السكه دي. جرى يا استاذ، انت بتهددني؟ انا محدش يتدخل في حياتي الخاصه ابدا، واللي تقدر عليه اعمله. لا ده انا هعمل حاجات كتير قوي. انا بقى اللي بحذرك تبعد عن سكتي صعبه قوي. ايه انت بتهددني؟ انا فعلا غلطان اللي جيت لغايه عندك، لكن انا هخليك تزحف لغايه ما تيجي عندي. اتفضل اطلع بره بره. انا خارج، بس هخليك تدفع الثمن كتير قوي. انا سمعت كل حاجه. انا بحبك وما انتش عايز تعترف بابنك ولا بيا. تقوم تعيد نفس المشكله تاني؟ انا حر احب اللي احبها واتجوز اللي اتجوزها. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. ايه مالك يا امل يا بنتي؟ سرحانه بتفكري في ايه؟ اوعي تكوني بتفكري في خالد. هو في غيره يا ماما؟ في حد في الدنيا ما يحبش يكون عنده اطفال؟ ولا يهمك يا ضنايا، بكره ان شاء الله لما تقومي بالسلامه غصب عننا عينه هيعترف بالمولود ويكتب عليكي. ماما انا خايفه من خالد قوي، ده باين عليه شراني. ده جعجاع بتاع كلام وبس. اول الاستاذ كمال ما هيكلمه هيخاف ويكش ويكتب عليكي على طول. انا شايله هم كبير قوي يا ماما، مش عارفه اذا كان الاستاذ كمال قبله ولا لسه. قولي يا رب يا رب. هاتي القهوه هنا يا سعاد.
ايه ده؟ انت اللي جايباها بنفسك؟ غريبة، أنا كنت فاكرة إنك قاعد في المكتب. لا، اصلي في موضوع تعبني شويه. هنا في البيت؟ لا مش في البيت. ده حكايه بنت غلبانه، ابوها كان موظف معايا من زمان. كانت معذوره في الفلوس علشان عاوزه تعمل عمليه لامها. واحد استغل الموقف ده وضحك عليها، اتجوزها عرفي ومش عاوز يتجوزها رسمي. المصيبه انها حامل منه كمان. يا ساتر يا رب، الناس خلاص هتاكل بعضها، كل واحد لاقي فرصة يستغل التاني. مفيش أبدا خير لله. واكتر من كده عاوز ينزل الجنين. أعوذ بالله، ده كافر. وهتعمل إيه؟ انا هستنى اما تولد عشان اثبت البنوه وربنا يقدرني واجيب لها حقها. وبعدين يا ضمنهوري الكلام ما منوش فايده، الحل في ايدك انت. مفيش في ايدي حل، وانت عارف كويس اني بمر بازمه اليومين دول، ما اقدرش اسدد مبلغ كبير زي ده. خلاص بيع لي الارض بتاعتك، انا محتاجها. لو بعت لك الارض مش هسدد قيمه الشيك اللي عليا، يعني هيتخرب بيتي. مش كفايه خدت الفيلة الميعاد السنه اللي فاتت؟ الفلوس دي خسرتها معاك على ترابيزه القمار. محدش ضربك على ايدك يا حبيب القلب. انا عارف انها غلطتي، وده الثمن اللي بيدفعه كل واحد يقعد على ترابيزه القمار. يا خالد بيه لو سمحت. اسكت انت يا نجم. ولادي هيتشردوا. مش مشكلتي. بقول لك ايه، انا هستناك بكره بالليل في البيت اللي في مصر الجديده. يا تجيب الفلوس معاك يا تمضي لي عقد بيع الارض. مفهوم يا حبيبي؟ ولو ما جيتش هسلم الشيك تاني يوم للنيابه. ده انا اقتلك يا خالد. ايه ده؟ مفاهم ايدك، اقتلك قبل ما اولادي. حبيبي بره. طب يا خالد دلوي هتندم يا خالد. ماشي يا بيه، مع السلامه. ناس بقت وحشه قوي.
امل يا حبيبتي، مش هتقومي تنامي؟ لا يا ماما، قومي انتي استريحي، انا بعد شويه هدخل انام. براحتك، مش بعدها القعده دي. بس تصبحي على خير. وانتي من اهل النور. اقدر اتكلم معاك ولا مشغول في قضيه؟ لا ابدا يا سمير، اتفضلي. انا بكتب مقاله بتاع الجرنان. هي عباره عن ايه المره دي؟ حاكم مقالاتك كل اسبوع بتشيل راي العام. لا الحقيقه المره دي بتكلم عن الجواز العرفي. هيدي مصيبه، كارثه. اي راجل بيضحك على اي بنت وفاهمها ان الجواز العرفي زي الجواز الرسمي. عندك حق والله. طبعا. جاهز يا ريس؟ كله تمام. لولا معزتكم عندي ما كنت جمعت الكمية دي كلها. النهارده الراس عايزة وقت عشان نقلعها وننضفها. واحنا كمان يا ريس برضه بناخد وقت عبال ما ننضفها ونطحنها. يلا يلا عشان ما عندناش وقت. طب والفلوس؟ في العربية. يلا حمد. يا مسهل، يلا يا رجالة حملوا الصناديق دي في العربية. شاهد شيل عواد. يلا قدام. يلا شاهد بسرعة. يلا تعالى نخش يا ريس. ماشي؟ تعالى يا حاج. هو هددك انه هينزل الجنين؟ ايوه. ده هيبقى اشراف قتل. انا خايفه قوي، ده راجل شراني. يبقى ما فيش قدامنا غير اننا نبلغ النيابه. طب قبل ما تبلغ حضرتك قابلته؟ ايوه قابلته، مفيش منه فايده. طب والحل؟ الحل القانون هو اللي قدامنا، هنعمل ايه؟ الو. ايوه يا دادا. ايه في ايه مالك؟ ايه حماده ماله؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ طيب خلاص انا جايه حالا، انا على طول جايه. ايوه حضرتك مامته؟ ايوه. طب لو سمحت دقيقة واحدة. طمني يا دكتور. حالة تسمم، أكل مادة مخدرة. مادة مخدرة؟ ابني كان مادة مخدرة؟ ازاي؟ مش ممكن يا دكتور. لغاية دلوقتي ما حددناش المادة اللي بلعها، وعملنا له غسيل معدة. منتظرين نتيجة المعمل للمادة اللي كانت جايباها الدادة معاه. ممكن نشوف يا دكتور؟ اتفضلي. حمادة يا حبيبي، رد عليا يا حمادة، رد عليا يا حبيبي، رد عليا يا حمادة. شوف المصيبة اللي حصلت. حصل ايه ده؟ أنا كنت في المطبخ، ندهت عليه ما ردش عليا. دخلت أوضة النوم بتاعتك لقيته مغمى عليه. بتقول ايه يا دادا؟ صندوق بودرة فضلاني أنا؟ ازاي ده حصل؟ ليه يا حمادة؟ ليه أنا عملت كده؟ ليه ده ماليش في الدنيا إلا أنت؟ ده أنا عايشة بالشوك علشان
المادة دي هيروين مصنوعة من عظم الجماجم. جماجم؟ جماجم ايه؟ جماجم الإنسان. ناس بتسرق جماجم الميتين ويطحنوها لغاية ما تبقى بودرة ويخلطوها على مادة مخدرة ويبيعوها على إنها هيروين وكوكايين شعبي. انت بتقول ايه؟ معقول الكلام ده؟ هي دي الحقيقة يا دكتور. أبوس إيدك انقذ لي ابني، ما عنديش غيره. زعلانة على ابنك ومش زعلانة على آلاف الشباب اللي بيتعاطوا المادة دي ويشموها وهم مش عارفين انهم بيشموا بودرة جماجم بني ادمين. حرام عليكم. أرجوك يا دكتور انقذ ابني، أبوس إيدك يا دكتور انقذه. طب اتفضلي وانا جاي وراكي. يا محمود اديني اسم البوليس. ليه في حياتك يا مدام؟ أنا هقول لك كل حاجة دلوقتي. وهي فين دلوقتي؟ هربت. والهيروين فين؟ موجود في المعمل. بس في حاجة خطيرة قالتها يا أمه وهي بتهرب. إيه هي؟ كانت في حالة هستيريا وبتصرخ وتقول خالد البسيوني هو السبب، وأنا هطلع الاتنين في جنازة واحدة، وأكيد إن الدادة تعرف خالد البسيوني كويس. وفين الدادة بتاعتها؟ اتفضل معايا. المذكرات دي على المكنه عشان قضيه بكره. حاضر. لو سمحت عايز اقابل الاستاذ كمال. كلم الاستاذ علي. في حاجه يا هاني؟ عايز اقابل الاستاذ كمال في موضوع مهم جدا. دخلها يا عم سيد الاستاذ كمال جوه. حاضر. اتفضلي يا ست هاني. انا لولا يا استاذ فاكرني؟ اتفضلي يا مدام سلام. ايه في ايه؟ نفسي اشوف اليوم، نفسي اشوفه قايم ازاي مموت ابني الوحيد. قصدك مين؟ هو في غيره، خالد البسيوني اللي هيلعنه في كل كتاب. نفسي انتقم منه. وايه المطلوب مني؟ تودي في داهيه يا بيه، معايا كل المساعدات اللي تودي في داهيه. صنف ايه ده؟
انسان ما عندوش قلب، قاتل، مجرم. ابوس ايدك يا بيبي، ابوس ايدك، ابوس ايدك، انقذنا منه، خلصنا منه، خلص الناس من شره. ربنا يقدرنا. انا مفيش حد يتحداني في الدنيا. ايوه الفلوس هتوصلني بالذوق بالقوه، الفلوس هتجيني لحد عندي، فاهم؟ انا ما بتهددش، عاوز الفلوس والمستندات اللي عندي اتجوز امل رسمي. يعني ده اخر كلام؟ طيب انا هتصرف بس ما تبقاش تعيط، فاهم؟ مع السلامه. دجوي يا دجوي. تحت امرك يا ملك. انا عايزك في موضوع مهم. تحت امرك. الوقت حالا تروح لزلطه وتقول له ماشي. ممكن المهندسين؟ يا أسطى أنت ما سمعتنيش؟ أنا بقول رايحة المهندسين. ما انا فاهم، بس هموت بنزين وبعدين اوصلك. ولا كلمه. انت رايح المكتب؟ في حاجه؟ لا بس اصل ايه في ايه؟ ابدا، اصل سامي اتاخرت ما جاش من الكليه. لا تلاقي عندها محاضرات بعد الظهر. ابدا، ده قايله لي هتيجي بدري النهارده. لا طمني خالص. الو. ايوه منزل جمال خير. ايه سهام؟ مالك يا سهام تشتكي ليه؟ الو. ايوه سهام. خطفوني يا بابي. ايوه بابي، بابي خطفوني الحقني، مش عارفه اعمل ايه. بابي الحقني يا بابي. كفايه كده يا كمالين. بنتك في الحفظ والصون، وبعت لنا الشيكات والمستندات اللي عندك، وابعد عن سكه خالد بيه، والا مش هتشوف بنتك للابد. مين اللي بيتكلم؟ مين؟ هي فوضى؟ مفيش بوليس؟ مفيش حكومه؟ بلغت البوليس مش هتشوف بنتك تاني. كل ده علشان اسيب لكم القضيه واسلمكم الشيكات؟ طب وبنتي ذنبها ايه؟ ذنبها انها بنتك يا كمال بيه. واضمن منين سلامه بنتي؟ بنتي بلغ البوليس يا كمان. كده احنا هنتصل بيك تاني. طب وبلاش حكايه البوليس. استنى. بنتي اعملي معروف سيبيني افكر. هي انا عايز تفكير. ادي اللي نبنى من امل قضيتها. اسمع، اديهم كل حاجه اللي هم عايزينه، بس ساعات ترجع. استني بس. وبعدين يا حلو، روقي وبطلي عيار.
اهدى يا متر كده واشرب القهوه. اصعب موقف صادفته في حياتي، ولأول مرة مش عارف اتصرف ازاي. يا استاذ كمال اطمن خالص، احنا هنعمل كل ترتيباتنا واطمن من ناحيتي، بس على شرط انت جريهم خالص وكل تعليماتهم نفذها لهم بهدوء. ايه الامر لله وحده، الامر لله وحده. الو؟ لا انا ما غلط. عملت ايه؟ في جديد يا بابا. بلغت البوليس. أنا متأكد إن البوليس مراقب التليفون، وأنا حذرتك ما تبلغش البوليس. على العموم أنا هتصل بيك مرة تانية، وهحدد معاك الميعاد والمكان، واوعى تبلغ البوليس. سلام يا متر. انت مصدقهم؟ اكيد قتلوها. امال ما كلمتش ليه؟ لأن اللي بيتكلم من الشارع. عرفت الميعاد والمكان؟ لا، لأنهم حسوا إن البوليس مراقب التليفون. كمال بيه، في واحد جاب الجواب ده وسابه ومشي. طب اتفضل. فين الشيكات؟ فين بنتي؟ بنتك جوه. اشوفها الاول. انت هتتلامض. استنى انت اهو. ولا حاجه. بوليس. فين البنت؟ جوه يا فندم. اتفضل قدامنا وروها لنا. خدوهم على البوكس. كان لازم تقول لنا على الميعاد. عموما احنا كنا مراقبين كل تحركاتكم. ده انا غالي. ده انا غالي. مين؟ انت هتخالف بيها نتيجة؟ عملت ايه؟ جبت الفلوس؟ مش كل الفلوس. تصور كمال بيه ده طلع نمرة موزع كل شوية في جيب شكل. يا دوبك خطفت في كل اللي في جيوبه والبوليس طب. يا خيبتك، اوعى يكون حد قطرك لحد هنا. لا ما تخافش، لكن البوليس عايز يقبض عليك، والمخبرين مترشمين في كل حتة، في البيت وفي المكتب. انت لازم تهرب وتسافر بره. انا مرتب كل حاجة، بس في حساب لازم اصفيه النهارده بالليل قبل ما اسيب البلد. مش محتاجة تصفي حسابي يا بنت. انا لما اصفي حسابي انا الاول. لولا اتجننت يا حبيبتي. انا خلاص عقلت. اللي كنت خايفة عليه راح. ابنك مات يا خالد. حمادة مات.
مات بالسم اللي بنديه للناس. حماده مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه. طب ابعدي المسدس بقى ده عشان نتفاهم. مفيش تفاهم غير الموت. حرام عليكي، انا عملت ايه؟ كل اللي عملته ده كله لسه بتسأل عملت ايه؟ انا اديتك كل حاجه يا لولا، اديتك الحب واديتك الفلوس. فلوس حرام، فلوس الناس الغلابه، فلوس المخدرات يا خالد، وربنا انتقم مني وحماده مات، يبقى انت كمان لازم تموت، لازم تموت، هتموت. لولا قتلتها ليه يا ابني؟ يعني اسيبها تموتك؟ لا راجل، راجل. دلوقتي بس عرفت ان ورايا رجاله. انت اديك واللي عارف كل اسراري. ربنا يكرمك. ده انا راجلك يا ريس. طبعا. هات الطبنجة يا حبيبي، ونعم الرجال. ناس بقت وحشة أوي. ما تريح النهارده وبلاش مكتب. بعدل هناك، انت صحتك ما تستحملش. لا انا صحتي زي الحديد. ما تخليك معانا الليله دي يا بابي. يعني انا اسيب مع اصحاب القضايا. الو امل، في ايه يا امل؟ امي رجعت لها الغيبوبه تاني وحالتها صعبه قوي. طلبت الدكتور؟ الدكتور قال لازم تتنقل للمستشفى حالا. انا مش عارفه اتصرف ازاي. بتتكلمي منين؟ انا بتكلم من الشارع، التليفون في البيت عطلان. ارجوك الحقني، امي هتموت. طب روح انت على البيت وانا جايلك حالا. هتروح فين؟ مش كفايه اللي حصل لنا من امل ومشاكلها؟ البنت امها بتموت ولازم اروح اعملها، ما حدش معاها. لا، الحكايه مش حكايه امها، اكيد في حاجه اكتر من كده. حرام عليكي تفكري التفكير ده بعد الشيبه دي، حرام عليكي. حرام عليك انت. لا ده مفيش فايده. معقوله يا مامي اللي بتفكري فيه ده؟ الحقني، امي بتموت. وايه يعني ما كلنا هنموت؟ انت لسه ما نزلتيش العيل؟ ارجوك وطي صوتك، تعالى نتكلم بره، تعالى. انت عاوز مني ايه؟ مش كفايه اللي عملته فيا؟ عايزك تنزلي اللي بطنك ده، هتنزليه غصب عنك وعن امك. طب مش هنزله يا خالد. وكمان
ابني ارجوك يا حاج ظبط، اطلب لي الاسعاف، انا سايبها في خطر. مين اللي في خطر؟ ارجوك اطلب لي الاسعاف، عاوز اسعافها وبعدين هتعرف مني كل حاجه. ارجوك. الو. ايوه مش حسن، اطلبي الاسعاف من فضلك. بابي اتأخر قوي يا ماما. احنا كنا فين؟ أمي يا دكتور. امك الحمد لله بخير، المهم انت كانت حالتك خطيره واضطرينا نضحي بالجنين، والحمد لله الخطر زاد. طب ممكن اشوفها؟ ممكن هي تيجي تشوفك، بس بعد ما تدي باقوالك في النيابه. بابي شد حيلك يا بابي. مفيش يا بنتي، دي حاله دفاع عن النفس. براءة باذن الله يا بابا. اسمع يا ابني، انت كبرت دلوقتي وتقدر تتحمل مسؤوليه البيت والمكتب، وده اول قضيه كبيره هتترافع فيها. البركه فيك يا بابا، ان شاء الله هتقف في المحكمه وتدافع عن نفسك وتجيب البراءه باذن الله. ان شاء الله. اتفضلوا على النيابه. استاذ كمال، تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان وفاه خالد البسيوني نتيجه اسفكسيا الخلق. معنى كده انه ما ماتش من ضربه السكينه، لان ضربه السكينه جت في صدره والجرح كان سطحي. معنى كده ان انت خنقته. لا ما خنقتوش، انا كنت بدافع عن نفسي والسكينه جت في صدره غصب عني. واسالوا امل. هنسالها. دخل امل محمود عبد العال. وبسؤال امل محمود عبد العال، ايه اقوالك عن الحادثه؟ انا لما شفت خالد البسيوني هاجم على الاستاذ كمال جبت السكينه وضربته وقتلته. كذب ما حصلش. انا اللي قتلت خالد البسيوني، انا اللي قتلته، صدقني يا فندم صدقني. يا امل، خالد البسيوني ما ماتش بضربه السكينه، خالد البسيوني مات مخنوق. مخنوق؟ انا اللي خنقته بعد ما ضربته بالسكينه. يا امل ما تبقيش مجنونه. انا بقى مجنونه لو ما قلتش كده. يا فندم ما حصلش، انا اللي قتلت خالد البسيوني. استاذ كمال، انت متهم بالتضامن مع امل محمود عبد العال بقتل خالد البسيوني مع سبق الاصرار والترصد. فكر معايا يا بابا. مين له مصلحه في قتل خالد البسيوني؟ مين اللي دخل وخنقه؟ والله يا ابني اللي قلته في التحقيق هو ده اللي حصل، ان انا كنت بدافع عن نفسي. اما حكايه الخنق دي اول مره بسمعها. يمكن تكون لولا طول عمرها نفسها تنتقم منه. والله احتمال كبير قوي يا بابا. انا لازم ادور على لولا واجيبها واخليها تعترف بكل حاجه. ربنا يقدرك يا ابني. ان هذه الجريمه لمن ابشع الجرائم التي ارتكبت، فلم يكتفي القتله بطعن المجني عليه بالسكين، بل قاموا بعد ذلك بخنقه زياده في التنكيل وغلو في التعذيب. وللاسف الشديد ان مرتكب الجريمه زميل واستاذ له تاريخه وماضيه. أرجوك اسمعني، الأستاذ ملوش أي ذنب، أنا اللي قتلت صدقني. وما سبب وجود المتهم في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ما السبب؟ أنا اللي طلبته بالتليفون. إذن هناك علاقة بينك وبين المتهم. أنا لا أقبل مثل هذا التشهير، لذلك أعترض يا سيادة القاضي. الاعتراض مقبول. اتفضل كمل. إن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة ليس طعنة السكين، بل سبب الوفاة هو الخنق، وهذا يؤكد بشاعة الجريمة. اعترف المتهم بالقتل، ثم عادت المتهمة تعترف بالقتل. كل ذلك لكي تتزعزع أركان القضية بأكاذيبهم في أنهم لم يقوموا بخنقه، بل طعنه بالسكين هي جريمتهم الوحيدة. من يصدق هذا؟ إنها لعبة يلعبونها ليفلتوا من العقاب. ولكنني أطالب هيئة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبة
لهذه الجريمة الشنعاء. الدفاع. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، اسمحوا لي أن أطرح سؤالا لا أطمع في الإجابة عليه الآن. هل من المعقول أن يقوم إنسان باعترافه على جريمة قتل وهو بعيد كل البعد عن الشبهات؟ إلا إذا كان قد ارتكب هذه الجريمة دفاعا عن النفس. أرجو من عدالة المحكمة أن تفسح صدرها للأستاذ كمال المحامي أن يحكي لنا كيف تمت جريمة القتل. اتفضل. إذا سمحت هيئة المحكمة أن أوضح نيابة عن الأستاذ، وأوضح لكم شخصية خالد البسيوني. فقد كان خالد البسيوني من كبار تجار المخدرات، وكان الشباب معظمهم ضحية لخالد البسيوني، ومات ابنه لأنه كان يتاجر في السموم البيضاء. وما يؤسفني يا سادة أنه كان يتاجر بأعراض الناس، وكانت موكلتي إحدى ضحاياه. ولما لجأت إلي لأقف بجوارها ضد هذا الوحش الكاسر، هددني مرة واثنين وثلاث، وأخيرا اختطف ابنتي. ولجأت إلى البوليس، وهذا ثابت في محاضر البوليس والنيابة، ودخلت عليه حينما كان يرتكب جريمته البشعة، حينما أراد أن يجهض هذه السيدة البريئة التي كانت إحدى ضحاياه. وللأسف الشديد حدث ما حدث. من اعتراف المتهم يؤكد أن هناك علاقة ضغينة بين المتهم والقتيل، مما يؤكد جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. إنني أنفي يا سيادة الوكيل تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. فحينما وقع القتيل مخشيا عليه وكانت هذه السيدة تنزف دما، سارعت لإبلاغ البوليس. وقد جاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة بالخنق لم تحدث بعد طعنة السكين مباشرة، بل هناك فترة زمنية. هذه الفترة كنت أنا في قسم البوليس لأبلغ عن الحادث. لذلك أمامنا أن نبحث عن القاتل الحقيقي لتأخذ العدالة مجراها حتى يظهر القاتل الحقيقي. هدوء. تعالي يا ست. أنا اللي خلقت. تعالي هنا. اقفي هنا. قولي والله العظيم أول حاجة. والله العظيم أول حاجة. ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق، وربنا هو اللي عالم. اسمك إيه؟ أنا محمد عبد الله. سنك 60 سنة. قتلتيه ازاي؟ اتكلمي. في الليلة المشؤومة كان مغمى عليا، فقت على صريخ بنتي.
لا لا